كيلو دقيق كويس جدا. عملوا لي الكميه اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو دوت. ومعايا معلقه صغيره من السكر ونص معلقه من الملح ومعلقه ممسوحه كده بيكنج باودر. وكمان هنحط الخميره الفوريه كلها ونقلب كل ده مع بعض. شوفوا حبايبي دلوقتي انا ضفت اهوت الملح وبضيف البيكنج باودر اهوت معلقه ممسوحه. وكمان بيكنج باودر ده بيخلي العيش بقى هش من جوه وبيخليه له يعني بيوديه في حته تانية خالص. وكمان يا حبايبي نقلبهم كويس كده مع بعض. وخلاص انا ضفت الخميره وهننزل بقى بالميه حبه بحبه كده حبه بحبه مع بعض كده علشان خاطر ايه ما نحطش ميه كتير وفي الاخر نرجع نندم ان العجينه باظت مننا. طبعا مقدار كيلو دقيق ضفت عليه كوبايتين من مج الميه، الكوبايه اللي في ايدي دي. تمام. نقعد بقى نحط حبة بحبة كده حبايبي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما العجينة كلها تتماسك مع بعض. خلاص كده حبايبي. ان عجبكم بقى الفيديو حبايب قلبي اللي لسه ما اشتركش في القناه يخش يشترك ويدفع زر الجرس ويعمل لي لايكات علشان يوصله كل جديد مني. وكمان الفيديو يتشير لكل الناس والناس كلها تشوفه وتستفاد منه. وكمان العرايس الجداد الحلوين اللي لسه يعني ايه بيدخلوا المطبخ استفادوا برضو من الفيديو دوت. وكل واحد بقى عجبه الفيديو يقول لي حبايب قلبي ايه رأيكم في الكومنتات. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو رأيكم يهمني وانتوا عيلتي التانية وبحب اشارككم في كل حاجة انا بعملها. خلاص كده العجينة هي بتلم معايا. هفضل اعجن فيها بقى لحد ما خلاص بقى ايدي توجعني من كتر العجن. بصوا بقى حبايبي عايزه اقولكم على حاجه. العيش الفينو او اي قرص انتوا عاوزين تعملوها بتتعمل يعني بميه ودقيق بس. اي حاجه تانية بقى احنا بنضيفها فمن عندنا احنا. لكن المخبز بيعملوا بالميه والدقيق زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو انا عملته ازاي. اي بقى اضافات تانية لبن لبن بودر اي حاجة من دي فاحنا اللي بنحب نخترع وبنحب نعمل الحاجات الحلوة دي وبنحب نضيف حاجات كده علشان خاطر العجينة تبقى ليها طعم احلى واحلى واحلى. وعلى فكرة طعم الفينو بيبقى تحفة جدا جدا زي اكنك جايباه من بره. وطبعا احنا بقى بنعمل الحاجات دي بقى لاولادنا بنفرح بيها اولادنا علشان خاطر كمان بنبقى واثقين في الحاجة وبنبقى كمان الحاجة اللي بتيجي من بره ما بتبقاش طبعا احلى من اللي في البيت. وكمان انتوا تستفادوا من الفيديو وكمان عيالنا بتبقى مبسوطة وفرحانة. انا خلاص العجينة هي لمت معايا حبايب قلبي. طبعا هي جميلة جدا وهي لو بتلزق كمان في ايدكو هي برضو حلوة وجميلة وبتبقى ناجحة ما فيش اي مشكلة. بدهن البولة زيت كده في قاع البولة وبعدين هضيف العجينة تاني مكانها ونغطيها باي قماشة عندك اي حاجة فوطة مطبخ اي حاجة بس اهم شيء يكون ما يدخلهاش هوا عشان تخمر كويس. تمام يا حبايبي. اللهم صل وبارك على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. يلا حبايبي كلنا نصلي على الرسول كده عليه افضل الصلاه والسلام. هنا خلاص كده بوريكم ان انا كنت غطيتها بحته قماشه واختمرت خلاص وبقت زي العسل ما شاء الله عليها. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. جميلة جدا ولذيذة جدا جدا جدا. هنبدأ بقى نشيلها من البولة تاني نحطها على الرخامة وبعدين
هعملها بالشكل اللي انتوا هتشوفوها دي. هفردها كويس جدا كده. شوفوا العجينه جميله ازاي وماشيه معايا زي الحلاوه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اعملوا الوصفه دي خطوه بخطوه، هتبقى جميله معاكم. هتشوفوا احلى كميه عيش عملتوه في حياتكم، هتبقى جميله جدا جدا، وهتبقى حلوه وهشه وجميله. خلاص انا كده لفيت العجينه بالطريقه دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا حبايبي. وكمان هقطعه تقطيع كده صغير. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه علشان انا كل ما بعمل انا الفيديو القديم اللي احنا عملناه مع بعض اللي هو المولتو، كنت انا يعني ايه ممسوح مني حاجات او ما كنتش صورت حاجات، فما كانش باين معايا يعني ايه الفيديو كامل. فانا بعوضكم اهوت في الفيديو دوت، وكل حاجه اهوت موجوده الحمد لله، مفيش حاجه اتمسحت والحمد لله كل حاجه انا مصوراها. بمسك العجينه كده بقطعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبمسك حته حته كده بفردها كده وبكورها. دي المقطع ده كان ممسوح في الفيديو اللي فات بتاع المولتو. ايوه كده بالشكل ده. وبقوم دهنه برضو صينيه عشا كده صغيره كده، دهنها كلها زيت، وبرص ايه العجين فيها. برضو هسيبها تخمر برضو شويه لحد ما تنفش معايا كده، وهبدا اشتغل فيها. خلاص يا حبايبي، اللي لسه مكمل معايا الفيديو لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. وتكتبوا لي كومنت حلو بقى زيكم كده حبايب قلبي. شكرا شكرا ليكم جدا جدا. شكرا انا مش قادره يعني لو شكرتكم من هنا لحد اخر العالم يعني مش هيكفيني بصراحه. انتوا حبايبي واخواتي وعيلتي التانية، ربنا يخليكم ليا ويدومها عليا نعمة يا رب العالمين. خلاص انا كده كورتها اهوت بالطريقة دي، وغطيتها بملاية هي زي ما انتوا شايفين. برضو مش عايزة اي هوا يخش فيها علشان تخمر وتبقى ايه مرتفعة كده. هنا بقى معايا هنا صينية الفرن. انا طبعا عايزه صينيه كبيره، ما عنديش انا صواني بالحجم ده علشان احط العيش كله في صينيه واحده، ما اقعدش احط بقى في كل صينيه والكلام دوت، يعني ايه نخلص ايه معنى اصح. دهنتها كلها زيت كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وهنبدأ نشتغل بقى في العجين. خلاص العجينة خمرت خلاص معايا وبقت زي العسل ما شاء الله. انا هبدأ بقى اخد واحدة واحدة كده على الرخامة. طبعا الرخامة نظيفة انا غسلاها على طول، دايما بغسلها وبمسحها بالخل وبطهرها وكل حاجة، يعني هتلاقوها يعني في النظافة. انا ببقى موسوسة جدا في النظافة. هنا يا بنتي رؤية بعترض شوية كده سمسم على الرخامة، فهم ايه السمسم شاغلني شوية. بقعد بقى ايه انا مسحتها، لكن انا مش عارفة هو الصراحة بيجيلي منين، مش عارفة السمسم دوت بيلزق في العجينة ازاي اصلا. انا مسحاها يعني انا شلت السمسم من على الرخامة بس، لكن برضو في بعض وحدات انا مش شايفاهم تقريبا. فخلاص كده انا بفرد العجينه كده بالطريقه دي. رؤية اللي بتصورني، وانا لما باجي اعمل اي حاجه من دي في المطبخ هي اللي بتصورني، علشان انا بحتاج ان انا اعمل بايدي الاتنين. طبعا مش هينفع ان انا اعمل بايد واحده، وانا عايزاكم تشوفوا كل خطوه بعملها. انا عملتها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وهعمل واحده كمان برضو. انا اسفه لو طولت الفيديو عليكم، يا رب اكون خفيفه على قلوبكم يا رب العالمين، وما تزهقوش مني وتكونوا انتوا كده بتستنوا فيديوهاتي كل مره. هنا هعمل هنا شكل كده في العيش.
بعمل خطوط كده علشان يبقى شكل مختلف كده، يعني ايه يبقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا احنا هنسيب العيش برضو يختمر براحته برضو لحد ما برضو تحس ان هو خلاص نفش كده معاكي، هتبدأي تخششي الفرن. برضو هعمل واحدة تالتة كمان اهي معاكم، وهبدأ نعمل البيتزا سوا، اللي هي الحجم المتوسط ده. طبعا انت بقى وذوقك، عايزة تعمليها صغيرة خالص، عايزة تعمليها كبيرة، عايزة تعمليها وسط، فانت وراحتك انت وذوقك. تمام، مش ضروري يعني تعمليها زي ما انا ما عاملة نفس الحجم، يعني عادي، يعني عايزة تعمليها في نفس الحجم اللي انا عاملاه ما فيش اي مشكله خالص. انا خلاص جبت اهوت خلصت العيش، غطيته برضو علشان برضو ما ينشفش مني لحد ما يختمر. وبرضو هنا بشتغل في البيتزا اهوت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. معايا هنا صلصه، الصلصه كيس صلصه او كيسين من الصلصه، حاطه فيهم اللهم صل وبارك على الحبيب عليها افضل الصلاه والسلام، حبه زعتر، حبه بابريكا، حبة بصل باودر، توم باودر، حبة ملح صغيرين خالص. وبكده خلاص الصلصة جهزت معايا. طبعا انا عملت لكم صلصة قبل كده اللي هي بتاعة البيتزا في فيديو بتاع البيتزا، لو لسه اول مرة تشوفيني انزلي شوفي الفيديو البيتزا، انا عاملة صلصة كاملة معاكم. بس لكن هنا انا بقى طبعا مش هم يعني ما كنتش هينفع ان انا اعمل لسه صلصه والكلام ده، ففي الانجاز بقى فانجز عادي، هتطلع جميله جدا جدا معاكي واحلى من اللي بتيجي من بره كمان. بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اقولك ان البيتزا دي ما باتتش عندي خالص، تاكلت والله ما باتت، حتى وانا بحضر لانش بوكس. انتوا في اول الفيديو انا ما حطيتش من البيتزا دي علشان خاطر ما كانش في منها. خلاص كده اعمل اخر واحده معاكم اهي برضو. طبعا انا مخرطه طماطم وفلفل، الفلفل الرومي، وكمان معايا الجبنه اللي هي المشكله فيها كام يعني خلطه من الجبن. تمام، انا هنا برضو دهنه الصينيه زيت، دهنها زيت، وبدات ان انا احط البيتزا كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، واعمل بالطريقه دي. الحجم ده يعني انا كنت عاوزه الحجم ده المتوسط. يلا بقى اعملوا لي كومنتات، انا شايفاكي اهو بتتفرجي عليا ومكسله تحطي كومنت ومكسله تحطي لايك. يلا بقى يلا بقى علشان يوصلك اي اشعارات مني جديده. يلا حبايب قلبي. خلاص يا حبايبي، هقول لكم تاني الصلصه انا حطيت فيها هو كيس صلصه عادي، وبحط فيه زعتر، بصل باودر، توم باودر، حبه بابريكا، اللهم صل وبارك على الحبيب، حبه ملح، وكل حاجه بقى نطره صغيره كده علشان الصلصه ما تبقاش مسكره، يعني ما تبقاش انا اسفه ملحه معاكي قوي زياده عن اللزوم، حاجات بسيطه كده. خلاص كده انا ادخلها الفرن بقى، هي مش محتاجه تخمر ولا حاجه. انا هدخل البيتزا الفرن. شفتوا الشكل الجميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، شكلها رائع رائع رائع. هنا خلاص العيش اهوت اختمر معايا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله، تحفه 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 تحفه. هنا معايا حبه لبن كده دهنت انا اسفه سوري، دهنت على الوش كده، وش الرغيف. كله بقى هيبقى كده ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك وتعالى ان كنا من الظالمين. يلا حبايبي صلوا على الرسول، يلا كلنا يلا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص يا حبايبي كده هنقوم بقى بعد كده، بعد الخطوه الجميله اللي انتوا شايفينها دي، هنقوم رشين بقى سمسم كده على الوش.
بالظبط كده، وكان طري وهش وجميل زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وينول رضاكم يا رب العالمين. خلاص كده انا هبدأ بقى هدخله الفرن. تمام طبعا انتي فاتحه الشوايه وفاتحه الفرن، الاتنين يبقوا مفتوحين. وطبعا حضرتك لو انتي الفرن بتاعك مش بيشتغل مع الشوايه هتفتحي الفرن وبعدين هتفتحي الشوايه. خلاص انا طلعت البيتزا اهوت بالشكل الجميل الرائع، شكلها تحفه وكانت روعه. شفتوا ايه رايكم بالجمال؟ والعيش كمان كان طلع معاها اهوت، شفتوا ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله. وبكده حبايب قلبي